واكيد كلنا سمعنا عن لعبه تشارلي في الفتره اللي فاتت دي. ايه تشارلي دي؟ الناس بتستهين بيه لكنه موضوع خطير بمعنى الكلمه. لما انت لعبتي اللعبه ديت، لعبه شارلي، اقسم لكم يا اصدقائي اللي قبل ما اعمل الفيديو ده سمعت طفل صغير النهارده ماشي وبيقول تشارلي تشارلي ار يو هير. طيب اللعبه دي عباره عن ايه وايه هي نتيجتها والعواقب بتاعتها؟ ولعبه تشارلي دي اصدقائي انتشرت في سنه 2015 على مواقع التواصل الاجتماعي، واللعبه بسيطه جدا، عباره اللي انت بتجيب ورقه وبتحط عليها قلمين على شكل صليب وبتكتب على الورقه يس ونو. كل اللي بيشتركوا في اللعبه بيعوروا نفسهم وبينزلوا نقطه دم على الورقه، وبعد كده بيفضلوا يرددوا تشارلي تشارلي ار يو هير. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? من المفترض بقى اصدقائي ان هم كده بيستدعوا بروح لشخص باين، واول ما الروح بتحضر بيبتدي الاقلام تتحرك على يس ونو، وكل اللي بيلعبوا اللعبه بيسالوا الروح اللي موجوده اسئله وبتجاوبهم بيس ونو. المشكله بقى هنا اصدقائي ان اللعبه دي بدات تنتشر في الفتره الاخيره بصوره كبيره جدا بين الاطفال في المدارس، واكيد كلنا سمعنا عن البنات اللي لعبوا اللعبه دي في الحمام بتاع المدرسه ونتيجه ما كانتش لطيفه جدا. انت لعبتي اللعبه انت واصحابك قدام الحمام، كنتوا كام بنت؟ كنا 3، في واحدة قاعدة جنبنا وما بيقال يا اصدقائي اللي في بنت منهم اتلبست وبدات تخربش وتعور وتاكل في لحم اصحابها. لما الموضوع ده بدا ينتشر في مصر، في احد المشايخ طلع على التلفزيون ولما سالوه عن لعبه تشارلي ده كان رد. ايه تشارلي دي؟ الموضوع ده خطير، مش الناس بتستهين بيه لكنه موضوع خطير بمعنى الكلمه. موجود في القران كمان. ربنا عز وجل قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ابتعد عنه تماما، عشان نعلم اطفالنا ان ده حرام. يقول لك ما تسيب العيال يلعبوا ايه؟ ده عقيده. انا بعلم ابني ازاي انه يشرك بالله، ان الدم اذا خرج اصبح نجس طبعا، فلا بد ان يتقرب بنجاسات، تقرب للجن بالنجاسات، فدي قضية خطيرة جدا. كده اصدقائي انا ما اقدرش اقول لكم هي اللعبة دي حقيقية او لا، بس سواء هي حقيقية او لا احنا لازم نحذر اطفالنا اللي هم ما يلعبوش الالعاب الشبيهة بدي.